صلاتك حياتك. الشباب، اليوم غنتكلموا في واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف. وهذا الموضوع انا متاكد انه غادي ينال الاعجاب ديالكم. هذه سلسله غتكون من مجموعه من الحلقات، وغنبغيك تكون انت من المتابعين ديال هذه السلسله، وكلنا ندعموا واحد الحاجه اللي كتسمى نشر المحتوى الهادف. هذه السلسله اللي سميناها صلاتك حياتك، وكيف ستكون حياتك بدون صلاه. هادشي اللي غنتعرفوا عليه في اطوار هذه الحلقات القادمه. وغنبداو مع اول حلقه اللي غنتكلموا عليها، وهي ليك انت اللي ما كتصليش. اجي علاش ما كتصليش؟ واسمعني، اولا غنقول لك شنو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة هي الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أجي أنت، واش بغيتي تكون من هذوك الناجحين ولا بغيتي تكون من الخاسرين؟ أنا عارف الجواب، غتقول لي بغيتي تكون من هذوك اللي ناجحين، ولكن بلاتي علاش ما كتصليش؟ ما عندكش الوقت والخدمة وتمارة وكتجي عيان، وحقا مع القرايه، وكتكون عندك الخدمه بزاف وكتجمع عليك وما كيعطوكش الوقت تصلي. فهمتك. ونتايا، وانا دابا ما كنبغيش نافق الله تعالى وكندير شي حوايج خايبين. وشوف، النهار اللي ما غنبقاش نديرهم غنولي نصلي، ما عمرك غتصلي. وانت مالك؟ ودابا بالنسبه لي انا بصراحه راني باغي نصلي وكندير مجهود باش نصلي، ولكن ما كنقدرش وما عرفتش علاش. اجي معايا وغنوضح لك مزيان علاش انت ما كتصليش. اول شيء، اسمع ماذا قال الله عز وجل: اولئك الناس الذين يتهاونون عن الصلاه. هادو راه ماشي ما كيصليوش، راهم كيصليو ولكن كيتهاونوا. وإلا عرفتي العذاب ديال هذاك اللي كيتهاون على الصلاة، انا متاكد انك غتراجع الاوراق ديالك بزاف. قال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل هناك من قال هو العذاب الشديد، وهناك من قال هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره. واش انت تبغي تعذب هذا العذاب؟ انا والله ما نبغي نتعذب هذا العذاب، وحتى انت ما بغيتش تعذب. هذاك الشيء علاش غنوصيك وغنقول لك اجي معايا. النهار اللي غادي ما تبقاش تجمع فيه الصلاه ديالك، فهذاك النهار هو اللي غتحافظ فيه على صلاتك، وهذاك هو النهار اللي ما غتبقاش تقطع فيه الصلاه. ولهذا حاول تحافظ على الصلاه في وقتها، لان الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة لها وقت، وإلا صليتها في وقتها ما غاديش تقطعها. ونختم معاك بآخر حاجة واللي هي مهمة بزاف. واش انت عارف ان هذيك الصلاة اللي انت كتصليها هي الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ كيفاش انت مخاصم مع الله وكتشكى من انك مهموم؟ كيفاش انت مخاصم مع الله وكتشكى ان ما بغاش تيسر لك الامور؟ كيفاش انت مخاصم مع الله وكتدعو وكتقول ما عرفت مالو ما استجبش ليا؟ انا الان جيتك بالحل. الحل هو حاول تقرب من الله تعالى بالصلاه، لان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. انت ساجد، دعو الله تعالى، كثر من السجود واكثر من ذكر الله عز وجل. وتحياتي لكم، ومبغيك يا خويا العزيز هذه الحلقه ما تخليهاش عندك، وحاول تكون حتى انت سبب في افاده ناس اخرين. والسلام عليكم ورحمه الله. صلاتك حياتك.